ليه بقول ان دي مشكله؟ عايزه اقول لكم كان 100 رساله مثلا من نفس المشكله، فكره اني ابدا وما كملش. والانتشار الفظيع اللي احنا فيه ظهر حاجتين، زي ما ظهر محتوى تافه زي ما ظهر كمان محتوى في وعي وفي فكر. ليه بقول ان دي مشكله؟ لان مع انتشار الوعي والسوشيال ميديا والتنميه البشريه واثبات نفسك وانك تكوني حاجه، خلت عند مجموعه من الناس رغبه في النجاح. نتج عن ده 3 مشكلات. المشكلة الأولى إن أنت ممكن تكوني بتختاري أهداف غلط بناء على إثبات نفسك مش على رسالة، فبتضغطي على نفسك. عارفة اللي ماشية في عكس الاتجاه؟ هقولك، عارفة لما تكوني أنت مثلا في بحر وأنت بتعومي، إيه الأسهل؟ إن أنت تعومي مع الموج ولا عكس الموج؟ الطبيعي إنك تعومي مع الموج. اللي بيعوم مع الموج هو البني آدم اللي ماشي في حياته من اجل رساله هو عايش عشانها. لكن لما بتكوني عايشه في الدنيا من اجل ان انا اثبت نفسي واحقق ذاتي ويبقى شكلي مش عارفه ايه، ده كانك بالظبط عكس الموج. فبتلاقي نفسك في ستريس، في ضغط، ما بتستمرش. ليه؟ لان نيتك منه مش فكره ان انا يبقى ليا دور ورساله هقابل بيها ربنا، لا، نيتك منه ان انا اثبت نفسي وابقى ناجحه. وخليكي صادقه مع نفسك وهترفي لو انت من النوع ده.